وصفة من الوصفات اللي تفتح النفس بجد. الطاجن دوت شوف شكله عامل ازاي، تحفة، وريحته وقوامه ملهوش حل. وشوية بقى قلقاس كده بطشة، هي كده تفتح النفس وتجيب اللي في اخر الشارع من كتر جمالها وطعمها وريحتها اللي تفتح النفس. الوصفة دي اعتمديها في رمضان، هتبقى عندك وصفة أساسية بجد، هتبقى تحفة وولادك هيعشقوها، وهتطلع معاكي حاجة كده تحفة. وشوية القلقاس هيطلعوا معاكي من غير ما يلهمش حل. ومش شرط بقى شوربة لحمة، لا نعملهم بشوربة فراخ وبجد هتلاقوهم في حتة تانية خالص. وشكل القلقاس عامل ازاي، قوامه كمان يفتح النفس. الوصفة ديت اعتمديها عندك واحفظي الفيديو عشان هتحتاجيها ان شاء الله. خلاص، جبت هنا حلة فاضية وعندي فرخة غسلها كويس، نقعها كويس وغسلها كويس وصفتها، ونزلت في الحلة كده وحطيتها عشان اشوحها زي ما انتم شايفين كده، وبقلبها بالطريقة دي. خلاص، لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهنا بقى هنجيب البهارات بتاعتنا اللي انا هحط عليها ملح وفلفل وحبهان مستكة ورق لوري. دي كل البهارات بتاعتي، مش بحط حاجة اكتر من كده عشان نكهة الفراخ تبان. خلاص، وتلات اربع بصلات صغننين كده، طماطمية متقطعة، وانزل بالمية بتاعتي، مش بحط طماطم كتير عشان انا عايزاها للقلقاس تبقى فاتحة عشان الخضرة تبان فيها. هنا غسلت طاجن الرز زي ما انتم شايفين، وهنزل عليه بالحليب بالشكل دوت، ونحط عليه كده معلقة وربع كده من الملح عشان خاطر إيه يبقى ملحه مظبوط. ولازم نقلب كويس جدا جدا علشان خاطر الملح ما يبقاش ركز تحت في الطاجن فيبقى حادق قوي من تحت. هندخله الفرن ونولع من فوق ومن تحت، اول ما ياخد وش بطفي من فوق وبسيبه من تحت شغال. هنا بقى جبت حله وهاخد فيها شويه شوربه، وجبت كيس والقاس من الفريزر، هفضيه كده في الحله، وفي والقاس في السوق طبعا، بس انا عشان الوقت وكده فحطيت كده كيس والقاس من الفريزر. خلاص، وانا يعني انا فرزت معاكم مره، بس انا جبت بعديها والقاستين وعملتهم. خلاص، جبت برضو قطعة من السلق اللي كنت مفرزاه وحطيتها شوية من الخضرة. أول ما غلي نزلت بنص كزبرة، نص ربطة كزبرة خضرة على القلقاس، ونص التاني في الطاسة وعليه معلقة من الثوم المفروم وشوية زيت نحمروهم كده عشان خاطر نديهم الطشة بتاعتهم. تمام. وعايزة اقولك الطشة بتوديها في حتة تانية بالكزبرة كده والثوم، وعليها بقى معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، تحفة جدا. هنقلب كده كويس لحد ما تاخد لون بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهديها بقى الطشه زي ما شفت في اول الفيديو. وحطيت كده الطاسه وحط فيها شويه من الزيت، وطلعت الفرخه بتاعتي في طبق. والفرخه دي كنت مقطعاها على 8 عشان كنت عايزه اعملها كنتاكي، بس هي بقى الوقت كان يعني قصير وكده فكنت مستعجله، فعملتها بقى وعملت الوصفه دي، وبجد ما ندمتش عليها لان طعمها كان حلو جدا. هنشيل، هي بقى سخنة فانا عايزة اشيل ومستوية بقى زيادة كمان. خلاص، هشيل كده واحط بقى في الطاسة واملى الطاسة كده بقطع الفراخ كده. وبعد كده اول ما تبدأ ان هي تاخد لون، ممكن كمان تحطها تحت الشواية معلقة كاتشب تدهنيها، معلقة صلصة او معلقة زيت، وعليها نص معلقة من البابريكا كده، وادوبيهم كويس مع بعض وبالفرشة وادهنيهم ودخليهم تحت الشواية، برضه هيطلع لهم حلو جدا لو انت مش بتحبي المادة الدهنية او كده او تقيلة عليكي. هنقلبها كويس ونحمرها ونغرف بقى الاكل بتاعنا. هنا بقى طلعت الطاجن من الفرن بعد ما حطيت له بقى السمنه بتاعته والزيت وشويه من الميه، وحطيته في الفرن تاني وشويه وطلعته. وهنا بقى القلاص زي ما انتم شايفين. بألف هنا والشفا اللي ياكل. جربوا الوصفه مش هتندمي عليها، ولو عجبتك الوصفه شاركي دي لاصحابك وحبايبك، وما تنسانيش في اللايك الحلو منك. ويا رب الفيديو يكون عجبك واستفدتي منه. مع السلامه.